ما دلالة أنه الفنان زمان يعني كان بيشارك حتى أحيانا في كتابة الكلمات، في التلحين، في هذا القوة في الأداء؟ ولماذا غابت هذه الأغاني الوطنية يعني بهذه القوة هذه الأيام؟ مدخل جميل، وكما استمعنا في مستهل التقرير يعني بواكير الأغنية الوطنية التي أذكت حماس الجماهير، ومنها أغنية أخي كبلوني التي أداها الفنان الكبير محمد مرشد ناجي، وهي من كلمة الشاعر لطفي جعفر أمان. الفنان كان قريبا من الهم الثوري، قريبا من الهم الوطني. الفنان هو دوره يستشعر ويجسد هذه الأفكار وينقلها إلى المواطن، والأغنية هي الوسيلة الأنجح في الوصول بالفكرة وفي ترسيخ المبادئ الثورية والوطنية، تصل إلى الفلاح، إلى العامل، إلى كل طبقات المجتمع وشرائحه. لذلك نجد هذه الأغاني اليوم تحضر بقوة، ونستحضر هذه الأغاني بعد مرور أكثر من 60 عام. فدلالة أن الفنان يعني يقدم الكلمة كما استمعنا محمد سعد عبد الله يعني يكتب القصيدة: قائد الجيش البريطاني مسيكين ارتبش يوم 20 الأغر ضيع صوابه، والمرشد يتلقى هذا النص ويؤديه ذلك الأداء الحماسي. هنا يعني تتآلف أرواح الفنانين ويعيشون تجربة صادقة في استشعار القضايا الوطنية واستشعار دور الفنان في إذكاء الروح الوطنية وترسيخ المبادئ الثورية. يا لردفان الذي فجرها من لهبي، يا لصنعاء أنت وضعتي صدى في يثربي،